اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه سفيان المشكور، ونتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الناس اللي كيعرفوني وجو بوز حتى نتوما راكم عارفيني بانني مغرم بزاف بشي حاجه سميتها ميسي ولا الارجنتين. وفي هذه الفتره اللي دازت ديال كاس العالم في قطر بقيت كنتصنت بزاف ديال الاغاني ديال الارجنتين، منهم هذه الاغنيه هذه. اسمع. هنا الخوت شداتني داك الكلمه ديال المالفيناس، ديال فتيان المالفيناس، ومشيت كنقلب على شنو هي الفتيان ديال المالفيناس وشنو هي المالفيناس اصلا، وانا نطيح في واحد الحرب سميتها الحرب الفوكلاند. وهي القصه ديال هذا الفيديو اليوم، خليكم مور لانطر. سنة 1982 واحد الرئيس الارجنتيني سميتو ليوبورتو غالتيري قرر يدير هجومات عسكريه على واحد الجزر حداه، جزر غير حداه سميتها جزر الفوكلاند اولا بالاسبانيه المالفيناس. هاد الجزر بالرغم انها حدا الارجنتين ولكن تابعه للسياده ديال بريطانيا. هادشي اللي خلى العالم كامل يتعاطف مع الارجنتين. كيفاش جزر اللي بعيده على الارجنتين ب 500 كيلومتر فقط هي تابعه لواحد البلد واحد اخر اللي بعيده عليه باكثر من 13000 كيلومتر. ولكن هيهات بريطانيا في ذاك الوقت وحد الان راه ما بين اعظم الامبراطوريات في العالم، ماشي بالسهل تاخذ منها شي جزيره بلا ما دير عليك حرب. ولكن قبل ما ندخلوا للحرب ولي ديتاي رجعوا شويه بالزمن اللور، الاوائل ديال القرن 16. واحد السيد سميتو كريستوف كولومبوس، هو هذا كريستوف كولومبوس اللي اكتشف امريكا. هذا السيد قبل ما يبدا الرحله ديالو الاستكشافيه مشى عند الحكومه ديال الطاليان، لحقاش هو ايطالي، مشى الحكومه الايطاليه قال لهم مولوا لي، عطيوني الفلوس باش ندير الرحله ديالي، وانا اي حاجه اكتشفتها راكم معايا بالنص اولا ديوها كامله وتعطيوني شويه ديال الفلوس. الحكومه الايطاليه ما بغاتش، مشى من بعد عند الحكومه الهولنديه وقال لهم مولوني وانا نمشي، ما بغاش. مشى عند الحكومه ديال فرنسا مولوني وانا نمشي، ما بغاوش. مشى الحكومه ديال الصبليون، الحكومه ديال الصبليون داك الساعه كانت الامبراطوريه الاسبانيه كبيره بزاف، بغات وقبلات العرض ديالو، مولات له الرحله وعطاتو واحد الطاقم اسباني اللي يمشي معاه في الرحله، واي حاجه اكتشفها راه ديال الاسبان. هذه الرحله بالضبط فين اكتشف الامريكيتين، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. اذا راه باينه بزاف ديال الاراضي اولا البلدان اللي كاينين في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه يوليو تابعين للسياده ديال الامبراطوريه الاسبانيه، منهم الجزر ديال الفوكلاند وكذلك الدوله الارجنتين اللي كاينه دابا. هادشي علاش كنشوفوا الارجنتين كتكلم باللغه الاسبانيه. دابا سوفيا راك خربقتي لنا، بديتي لنا بالارجنتين، بغات جزر الفوكلاند، جزر الفوكلاند تابعه لبريطانيا، اجاب الصبليون الهضره. الصبليون هي الاولى دخلت جزر الفوكلاند وكذلك الارجنتين، ولكن من بعد الامبراطوريه الاسبانيه بدات ماشيه وكتضعف. هادشي اللي كيخلي المتربصين اللي منهم بريطانيا اي دوله خرجت منها الصبليون يدخلوا لها هما، منها جزر الفوكلاند. الامبراطوريه الاسبانيه خرجت من جزر الفوكلاند، وشكون اللي دخلت لها؟ الامبراطوريه البريطانيه، في حين ان الارجنتين سنه 1816 خدات الاستقلال ديالها ولات دوله الارجنتين. وخليوني نشير لكم ان جزر الفوكلاند ماشي جزيره فقط، هي واحد الجزيره اللي جات في واحد الموقع استراتيجي، والاكثر من هذا انها فيها البترول، دونك مهمه بزاف. من بعد ما الارجنتين خدات الاستقلال ديالها سنه 1816 ولا كيقول لها راسها انها هي الوريثه الرسميه ديال الامبراطوريه الاسبانيه، واي ارض كانت عند الامبراطوريه الاسبانيه ولات عند شي امبراطوريه واحده اخرى الارجنتين هي الاحق بها، منهم جزر الفوكلاند. الارجنتين بدات كتهضر مع بريطانيا كتقول لهم جزر الفوكلاند راهم ديالنا خصكم تخرجوا منها. بريطانيا راكم عارفين ما تقبلش هادشي، وبريطانيا واحد الدوله عسكريا اقتصاديا اللي كبيره بزاف. المهم بقات الامور كما هي، سنين على سنين على سنين على سنين، جات واحد الازمه في الارجنتين اللي هي كبيره، أزمة 1976. الأرجنتين فاقت على واحد الخبر ديال انقلاب عسكري، وواحد الجنرال بين ليلة وضحاها هو اللي ولا رئيس الأرجنتين. الأرجنتين بقات عايشة واحد الحرب أهلية لمدة شهور فقط، ويجي انقلاب عسكري ثاني واحد الجنرال آخر. من بعد واحد الشهور فقط والأرجنتين باقا عايشة داك السيبة وداك الحرب أهلية، جا واحد الجنرال آخر هو ليوبورتو غالتيري اللي ذكرناه النوبل الأولى، هو يدير انقلاب عسكري آخر اللي هو الانقلاب الثالث عن انقلاب عسكري في ظرف سنتين ويستولي على البلاد. هذا الجنرال فاش استولى على الأرجنتين خدم العقل ديالو، جلس وفكر، قال كيفاش 3 ديال الانقلابات عسكريه في الارجنتين في ظرف سنتين، يعني الجيش العسكري ديال الارجنتين راه قوي بزاف، لذلك خصني نعطي شي حاجه باش يتلاها به حسن ما يدير عليا انقلاب عسكري عاوتاني لا غد ليه. وهي طيح له في بالو جزر الفوكلاند، وهذا الشيء اللي دار جمع الجيش الارجنتيني ودار لهم تدريبات خاصه وصيفطهم في مهمه عسكريه لجزر الفوكلاند، وقدروا يستوليو عليها ويربحوا الجيش البريطاني. اوه الجيش الارجنتيني كيغلب الجيش البريطاني، اللي خصكم تعرفوا ان في داك جزر الفوكلاند كان غير شويه من الجيش البريطاني، ما كانش الجيش البريطاني كما هو. ارانا الارجنتين فاش استولت على الفوكلاند ما قالتش اننا اعلنا الحرب على بريطانيا، بالعكس قالك حنا غير رجعنا واحد الاراضي ديالنا، واحد الجزر ديالنا كانوا داينهم رجعناهم فقط.
هنا جات بريطانيا وهاجمت الارجنتين بنفس السلاح ديالهم، جمعات الكتيبه العسكريه وجمعات الدبابات وجمعات 200 سفينه حربيه، وقالت للعالم كامل اننا ما كنعلنوش الحرب على الارجنتين، فقط غنمشيو نرجعوا الجزر اللي هما ديالنا في الاصل. ومشى الجيش البريطاني لجزر فوكلاند، راكم عارفين شكون اللي يربح. الجيش البريطاني قدر يرجع الجزر فوكلاند، والجيش الارجنتيني اعلن الاستسلام ديالو في ذاك الجزيره. وهذا الشيء بالضبط 14 يونيو 1982. وهذه الحرب هي ما بين الحروبات اللي كانت قصيره بزاف، الحرب دامت لمده شهرين فقط. والناس اللي شاركوا في ذاك الحرب من الارجنتين هما اللي سماهم فتيان المالفيناس. اذا هادشي اللي عندنا في هذا الفيديو، نتمنى تكونوا استمتعتوا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. جود باي. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré.